بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. النهارده من الأيام المعدودة في حياتي اللي أنا لم ولن أنساها. متواجد إن شاء الله مع الدكتور أشرف صيوح. اسم غني عن الذكر، وطالما اجتمعت أنا والدكتور أشرف صيوح هيبقى الكلام بيطري بحت. فبعد إذن حضراتكم شهور الصوت يا شباب، ونرحب الاول بدكتور اشرف صيوح. اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك يا رب. القناه المعروفه بتاع الدواجن. الله يبارك لك يا رب. منذ حياتي وجعلنا عند حسن ظن حضرتك وظنك جميل ان شاء الله. الله يبارك لك يا رب. في الفتره الاخيره يا دكتور اشرف بدانا نسمع ان في بعض الريبورتات بتقول ان القطاع الفلاني في ادنو، القطاع الفلاني في ريو تشيكن انيا. بدا الموضوع يبقى شبه ظاهره، ومع ذلك في فراخ موجوده في المحلات. تمام. هل كل القطعان اللي الروبورتات بتاعتها بتقول ان فيها ادنو او تشيكن انيميا او ريو او يعني ايا كان اسماء تعدم مش هتطلع فراخ هوبليس كيس، ولا في حاجات وفي حاجات؟ بالنسبه للسؤال ده في غايه الاهميه، ومهم جدا نتحرى في الامانه العلميه والامانه الاخلاقيه. تمام. ونشوف دور الامهات ايه ودور التسمين ايه. بالنسبه للادنو على وجه التحديد، لانه نشأ في الاونه الاخيره في السنه الاخيره دي كان نسبته بسيطه وبدات تزيد جدا بشكل مرعب يعني. تمام. لدرجه ان يعني الاصابات بتاعه الادنو اصبحت منتشره، ودي ليها اسباب كتير. تمام. وللاسف التحصينات اللي كانت موجوده في السوق ما بتغطيش بشكل جيد السترينز اللي موجوده او العكرات الحقليه اللي موجوده. علشان كده بتوع الامهات عملوا اللي عليهم وحصنوا، ولكن كانت في نسبه اصابات موجوده. تمام. دي النقطه الاولى عشان ما نلقيش باللوم على ايه؟ لان لسه ايه المرض يعتبر يعني دخل حديثا والتحصينات برضه اتاخرت شويه. تمام. طيب احنا ليه بنعمل ادينو؟ تمام. احنا بنعمل ادينو لحاجتين. الحاجه الاولى عشان نتاكد ان ان الكتاكيت بتاعت التسمين مصابه ولا مش مصابه. لو مصابه لها معامله وتحصين خاص، لها برنامج تحصين. تمام. يعني مش منطقي ان انا الاقي ان انا عندي ادينو في قطاع التسمين وامشي، وبناء عليه انا ما اقدرش اتدخل بتحصينات قويه في اول 5-6 ايام او اول اسبوع، وخاصه في الصيف الا لما فتره الادينو تعدي معايا. فممكن لو في ادينو ممكن القطاع يعدي بشكل كويس جدا، بس المهم ان انا اكتشف ان في ادينو عشان ما ايه اقدر اعمل معامله مناسبه لهذا هذا المرض. فاحنا لما بنعمل ولكن معناه ان انا اعرف اتعامل مع القطيع. ممكن القطيع يحمل ادينو ويمشي معاه بصوره كويسه جدا وجيده جدا ويطلع وكانه طبيعي، لان الادينو ماليش نسب كبير، والخاصه اللي هو الانكوبيجن والبطاطس. ولكن في اعتراضات معينه من الادينو ممكن تعمل مشكله، دي اللي ممكن نعلق عليها. فاحنا بنعمل اختبار عشان نعرف نعمل برنامج تحصين، ولكن مش بنذكر لهم. انما في الفتره الجايه طالما التحصين نزل اللي هو اللي ممكن يغطي الاعتراضات المختلفه، وكتير جدا من الامهات بداوا يحصنوا اكثر من مره، ممكن يحصن مرتين او 3 مرات. فده في الفتره الجايه متوقع المشاكل بتاعت الادينو تقل بشكل كويس جدا. طيب انا عملت تحليل ادينو عمر يوم. تمام. معناه ان ده ممكن يبقى فيه اصابه، يا اما من الامهات، يا اما الامهات سليمه ممكن يكون موجود في معمل التفريخ، وعندنا امهات كتيره جدا موجوده. تمام. عملنا لها ادينو بي سي ار ودم ما فيش وايلايزا ما فيش فيها مشكله، ولكن لما رحنا معمل التفريخ لقينا في نسبه تلوث موجوده، واللي بتحصل يعني ايه؟ يعني النقل الميكانيكي عن طريق حركه الافراد او العربيات او العمال او التفريخ الغير، وده وارد يعني. فليس القطيع اللي قبله فيه ادينو اتعبى في الفاز بتاعتي ماشي في الحركه. فليس معنى ان في ادينو يكون القطيع نفسه مصاب. تمام. لو انا عندي مرض زي الادينو او الانيميا وعملت عمر 20 يوم او 25 يوم، هل انا اقدر اجزم ان ده كان من الامهات؟ لا، ما اقدرش اجزم ان هو من الامهات. ممكن يكون من الامهات بنسبه، وممكن يكون تلوث من المزرعه، يعني اللي هو تفرق دمه بين القبائل. انا مش عارفين مين المتهم الرئيسي. بناء عليه احنا واجبنا ان احنا يعني نقيم هذه الامراض في الاسبوع الاولاني. في الاسبوع الاولاني غالبا مش مسؤول عنها المزرعه، ولكن مسؤول عنها يا اما معمل التفريخ، يا اما النقل، يا اما الامهات. طيب انا اتفضل كمل. فدي نقطه مهمه.
فانا بنصح اللي بيعمل اختبارات يعملها في الايه؟ في الاول علشان يثبت ايه؟ انه عنده مشكله. طيب. خلاص. ولازم مم. بعد ما يعمل الاختبار يتناقش مع الدكتور، هل معنى وجود المرض ده مم. ان القطيع ده يعدم؟ او تمام. معناه ان القطيع ده هيكمل معايا او مش هيكمل معايا. مش بس في الادنو بس، ده مم. مايكروبلازم، واحد عنده مايكروبلازم نسبه 50% او 60% مم. او عنده نقل اكمل ولا ما لا اكملش؟ ده ما يكملش. مم. عندي نسبه بسيطه مثلا طالعه في السي تي بتاعت البي ار 30 او 32، هنكمل مم. الامور مم. هتمشي لانها مش هنقدر نتخلص من الميكروبات في البيئه اللي احنا موجودين فيها تمام. بنسبه 100%. ما احنا لو اشتغلنا ولكن بالاسلوب ده يبقى الكل يعدم. الكل يعلم. مظبوط. فاحنا المفروض ان احنا ايه بعد التحليل ما بيطلع بنتناقش حواليه، هل مم. الدكتور ده هيكمل معاه ولا مش هيكمل؟ طب عشان نكمل اطلع. وكتير جدا من مم. من الكتاكيت بتيجي فيها بعض الاصابات وبتعدي بشكل كويس جدا لو احسننا التعامل معاها. بس ده مش معناه ان احنا نضيع حقوق الناس، مم. ولكن يبقى في نوع من التوازن. لو مم. ليه حق تاخده بطريقه يعني شيك ومحترم. ولازم الجميع يسمع، لازم مم. الامهات تسمع ولازم التسمين يسمع، لان احنا مالناش مصلحتنا دي كلها مصلحه واحده. الامهات يهمنا جدا جدا، لان طالما في كتكوت جيد ومناعه جيده ده بيفيد المربي بشكل كويس جدا. هسأل حضرتك سؤالين. بالظبط. السؤال الاولاني، لو انا بتاع امهات، تمام. انا عندي قطاع امهات وعايز ما يبقاش عندي مشاكل من الام تتنقل للكتكوت، وعايز قطاع يبقى خالي من الامراض الوراثيه، تمام. وخاصه الاربع امراض اللي بداوا ينتشروا زي ما حضرتك بتقول، هم موجودين في كل حاجه: ادينو، ريو، مايكروبلازما بنتكلم عليها من زمان، تشيكن انيميا. تمام. الثلاثه دول تمام. ازاي انا كراجل مربي امهات، او لو انا عندي قطعان امهات، اطلع قطعان محترم؟ ده كويس جدا. الثلاث دول بالاسم. اتفضل. بالظبط كده. دول بالاسم احنا هنحصلهم بشكل كويس تمام. ونعمل برنامج تحصين قوي، واعتقد معظم الامهات يعني عندها درايه بالموضوع ده. تمام. بنعمل حاجه اسمها مونيتورنج. مونيتورنج يعني احنا بنقيس المناعات كل شويه. هل تمام. حصل اصابات قبل التحصين؟ يعني حاجه زي الانيميا مم. احيانا بيعتمدوا على الناتشورال انفكشن او بيسموها الايه العدوى الصناعيه، العدوى الطبيعيه اللي بتحصل تمام. الناس ما كانتش متحصنها من سنين قبل كده وبتعتمد عليه. مم. كان الموضوع اتطور ودخلوا تحصينه ثانيه، الموضوع اتطور ودخلوا تحصينتين. فالمونيتورنج ده لما هو بيقيس مثلا كل شهر او كل شهرين حسب ما المشرف يقول له، مم. هيتاكد ان المناعات بتاعته مناعات قويه، بحيث وبعد كده خد بالك من النقطه دي، مم. نقيس مناعات الامهات ونرجع نقيس مناعات الكتكوت بتاع نفس الام. تمام. ولازم تكون كلها بوستيف، يعني كلها فيها تكر حمايه ما يقلش عن 2000 او 3000 لحد 4000. التشيكن انيميا دي تديك حمايه للكتكوت لمده 3 اسابيع كده ما عنديش اي مشكله. تمام. طب هو هيعرف منين ان كتكوته فيه حمايه؟ انا ما استناش لما الناس تشتكي من السوق، انا كصاحب مظبوط. امهات انا عارف امهات، انا الدفه في ايدي، عارف امهات شكلها ازاي وكتاكيت شكلها ازاي. عشان كده كتير جدا من المشروعات اللي ماشيه معانا مم. بتاسس برنامج تحسين قوي، وبعد كده تعمل مونيتورنج وهي اللي بتشيك على كتاكيتها. تقول لك انا كتكوت يا جماعه الانيميا بتاعت المستوى فيه 3 4000، الادينو فيه مثلا 7000 او 8000 على حسب برنامج التحصين، مم. الريو فيه الشكل الفلاني، مم. 5000 او 6000 او 7000. انا عملت بصمم لكتاكيتي ومناعاتي، انا كتكوت يوم مناعتي زي الفل ما عنديش اي مشكله، وتفضل ايه الكتكوت انا سلمته لحضرتك بشكل جيد. تمام. هو كده هو سابق خطوه، ما يستناش ما يبقى رد فعل للسوق، ما يستناش ان عميل يشتكي. ان عامل يشتكي. المونيتورنج ده بيريحك جدا لان هو عارف نفسه ايه مشكلته. لو هو عنده مشكله والعميل اشتكى له، هو ياخد العميل على جنب ويقول له فعلا انا عندي مشكله، انا هتلاقي دي مشكله مؤقته. تمام. افرض جت اصابه في فتره انتاج لمده اسبوع او 2، البيض اللي خرج في الوقت في ده الاسبوع دوت هو اللي فيه ممكن مشكله. يكون مشكله، والمشكله وتعدي وخلاص، المشكله مش هتفضل مدى الحياه. تمام. وبناء عليه هو طبعا مربي الامهات عارف هو عنده ايه وعارف كتكوته عامل ازاي، ولو حصل دروب هو نفسه ايه متوقعه. تمام. يعني قبل ما يكون لازم هو عارف انه عارف. بتشع وبيحلها في المعمل ويحط جرعات لحد ما تتظبط. تمام. كده فهي كده. فاحنا بنتكلم على ايه؟ الوقايه. تمام. تعمل مونيتورنج لامهاتك وتعمل مونيتورنج لايه؟ لكتاكيتك، وتفضل تزود في المناعات لحد ما تحصل وتاخد شهاده. تمام. اهو مناعتي ايه على الجميع، في الريو كذا، في الادينو كذا، في الميكوبلازما كذا، في الشكل المناعات عامل ازاي، وفي البي سي ار بتاعي اهو غالبا يعني ما فيش فيه امراض وراثيه او تحت السيطره. خلاص يبقى انا كده ايه؟ كده تمام. يبقى الكتكوت بيقبل ايه؟ الفرق المربي بيقبل عدد الكتكوت ومطمن ان الكتكوت ما فيش فيه اي مشكله، ولو في عيب بسيط هيبقى المربي ايه بتاع الامهات عارف ان هو عنده عيب في الفتره دي ويقدر يتغلب عليه ان شاء الله. السؤال الثاني،
هعتبر ان مربي بسيط خالص. معظم مربين التسمين ما عندوش الحته العلميه او القويه، بيبقى غالبا عم الحاج جايب قرشين جاي من بره ويلا يا عم حط الفرختين وبتاع، فما عندوش الساينتفك قوي ان هو يفهم الكلام اللي حضراتكم بتقولوه او اللي بتاع الامهات فاهمه. فبيجي يقول لك السلام عليكم يا دكتور، والله انا عايز برنامج تحصين للمزرعه بتاعتي. طيب سؤالي انا بقى كباشمهندس محمد جود، هو في حاجه اسمها برنامج تحصين ثابت؟ لا طبعا مفيش برنامج تحصيل ثابت. دي البرنامج بيتغير على أيوة. حسب عده عوامل. تمام. انا اسال حضرتك سؤال بقى. اتفضل يا فندم. هل مناعات الامهات اللي بتجي لك كلها زي بعضها؟ لا طبعا. هل المناعات بتاعت اول العمر في القتال لا طبعا. زي اخر القتال؟ لا طبعا. هل الرص زي الكف زي لا طبعا. لا طبعا. فدي عامل مهم جدا. يبقى برنامج التحصين بيتوقف على عده عوامل، من ضمنها المناعه الاميه اللي منقوله من الامهات للايه؟ للكتاكيت. فدي انا بقيسها على اساس ايوه نحدد لحضرتك انسب المواعيد للايه؟ للتحصينات. ده رقم واحد. تمام. النقطه الثانيه يعني مش عايزين نفلسف الامور قوي. لا براحتك براحتك احنا خالص. بنسميها يعني ايه، مش عايزين نقول خريطه وبقيه المزرعه بتاعتي. لا ما انا مش همشي من هنا النهارده لما افهم كل حاجه. المزرعه بتاعتي المزرعه بتاعتي تمام. فيها مشاكل ايه؟ ايوه الهيستوري بتاع المزرعه. بناخد مساحات من تمام. المزرعه تمام. بعد التطهير والتعقيم، فاهم. ونشوف هل في فيروسات متبقيه في المزرعه ولا لا. تمام. هل في بكتيريا معينه. تمام. بنشوف لقينا مثلا في جمهور وفي نيوكاسل، بنعمل بنطهر تاني. ولو ما عرفناش نتخلص من الموضوع ده بنعمل حسابه في ايه؟ في برنامج التحصين. يعني مثلا المزرعه دي مربوطه دايما بالجمهور او بالنيوكاسل، تمام. او جنبها مثلا ارض زراعيه او ارض صحراويه وبيبقى فيه سبل على طول، تمام. او جنبها كتله سكنيه. تمام. فدي بيسموها زي خريطه وبائيه. انا عندي حاجتين، عندي مناعات جايه من الام، وعندي الخريطه الوبائيه بتاعت المكان او المزرعه، تمام. او اللي احنا يعني عارفين هو بيجي فيه سواء عن طريق المساحات او عن طريق الخبره والخريطه اللي احنا بنعملها باستمرار. النقطتين دول مهمين جدا. فبيتبقى لحضرتك بقى نقطه مهمه جدا. ايوه. الابلكيشن بتاع التحصين بنحدد تطبيق التحصين. حلو. التقطير يبقى تقطير، الشرب يبقى شرب، الجرعات مظبوطه، موضوع الميه، موضوع اللبن، موضوع حفظ اللقاح، الكلام ده كله. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، باجي قبل التحصينه بتاعت ال 16 او 17 بالذات في الشتاء بعمل بي سي ار. حلو. كويس؟ تمام. بعمل بي سي ار اشوف انا بتعرض لفيروسات ثانيه ولا لا. تمام. وبعد كده باجي في ال 27 وال 28 قبل ما اخد قرارات مهمه برضه بقى بشيك على نفسي لان ده العمر بتاع الخطوره. اللي هي قصه احقن يا ابني. بالظبط كده. لا قبل ما احقن يا ابني. لا طب ما انا اشوف الاول عندي فيروس كامل ولا لا. والخاصه ان الفيروسات طول السنه ما بتخلص. يعني الان الوقت احنا في الصيف وفي اي بي موجود مظبوط بس خفيف. تمام. النيوكاسل موجود، الجمهور موجود. تمام. لكن نتيجه ان حمل الفيروس في الجو اقل شويه والجو فاحنا مش حاسين بيه قوي بس موجود. مش حاسين. انا في بعض الناس بتحس بيه. يعني كان عندي واحد امبارح بيقول لي المربي اللي جنبي فضل فراخه 55 يوم عشان يستنى الساعه فاتصابت منه. والتاني مزرعه عمر 25 يوم و27 يوم و27 يوم والسمله خارجه والبيعه شغاله الدنيا جميله. فطبعا زعل منه. حصل مشكله كبيره. وبعدين نيوكاسل لما جرب يعني خد نسبه كبيره جدا، خد حوادث. دي اي نعم حوادث مش متكرره، ولكن عايز اقول ان الفيروس موجود مستني الفرصه المناسبه ان هو ان هو يشتغل. تمام. الفيروس موجود على الارض الفرق. موجود على الارض مستني بس ان هو يشتغل. تمام. طول ما الامور كويسه والتهويه طيبه والزحمه الفراخ مش مسحومه ونسب الغازات مظبوطه والامور بتمشي بشكل كويس حتى لو الفيروسات موجوده. كتير جدا البي سي ار بيطلع على المساحات بتاعته فيروسات ولكن لا تمثل خطوره كبيره بالنسبه للنافع وخاصه في الصيف. تمام. مش معنى ان انا عملت بي سي ار وبتاع نيوكاسل وما عنديش نافع ان يعني ان ازاي خلاص الدنيا خير. لا ده في نسبه تعرض وفي فرق بين الانفكشن وبين الديزيز. يعني بين العدوى وبين المرض. انا خدت عدوى بس ما تحولتش لمرض شديد. مظبوط. 10 جالهم كورونا واحد سخن والتاني سخن وزوره وجعه والتالت راح المستشفى وواحد تاني توفى وواحد ما حسش بيه. هل معنى ذلك ان الكورونا مش موجوده؟ لا موجوده. تمام. ولكن وكلنا اتصبنا كورونا بلا استثناء. ولكن دي بتختلف بقى من فرد لفرد على حسب يعني السن وعمره ومناعته واستعداده واصاباته السابقه وخد مناعه. لان كل دي حاجات كده فالموضوع بسيط جدا عشان ما نتعبش الناس. لا براحتك حضرتك بتسلم نفسك لمكان موثوق فيه وبتعمل دي
مش تكاليف، بالعكس دي توفير. يعني الاحسن ان انا ابقى ماشي قدامي في الطريق معايا كشاف وبص الخطوه الجايه ايه، ولا ماشي يعني ايه عمياني. افهم ان يمشي مكبا على وجهي اهدى، اما ان يمشي سويا على صراط المستقيم. انا شايف اللي قدامي. شايف اللي قدامي، فدي نقطه مهمه جدا. الموضوع كله تكلفته بسيطه. انا بعمل اختبار حساسيه واقول لك يا باشمهندس والله الدوكسي جايب نتيجه معاك، او الانرو او السيبرو، تمام، ومثلا الاموكس مش جايب، يبقى احنا كده وفرنا ولا احنا كده ولا لا كده وفرنا بدل ما اروح احط دواء عمياني ومش هيجيب نتيجه وفلوس مرميه على الارض. هم عملوا اختبار وقلت داخل علينا دلوقتي بيكسب، بس مش من اجل التحصيل او قصدي التحصيل، انا وفرت ولا ما وفرت. لا وفرت طبعا. يبقى انا لازم ابص للمعمل والمكان المحترف ان هو بيوفر لي، وان هو ما اقدرش استغنى عنه، وان هو يعني ايه بينور لي الطريق بتاعي. هل اختبار حساسيه واحد عمر يوم يكفيني ولا اعمله كل كذا؟ انا عارف الاجابه بس انا بستهبل بصراحه. لا عادي. طبعا البكتيريا نموها سريع. تمام. نموها سريع، يعني احنا بنحطها في الحضانه لمده ساعات عشان تنمو ويطلع لك البي. تمام. ويسموه الكروس كيرف بتاعها، يعني فاهم حتى قصيره مش طويله. تمام. وبالتالي ما اقدرش اعتمد على اختبار حساسيه الدوره كلها، ولكن على الاقل اعمل مرتين، يعني مره عمر يوم، مره عمر 14 يوم، وعند الضروره. تمام. دول مرتين اساسيتين. ممكن تمام. اول يوم او اول اسبوع اعتمد عليها باذن الله لمده اسبوعين، وبعد كده بعد 14 او 15 يوم باخد بقت الدوره. وعند الضروره بقى لو في امهات، لو في ساتو، لو حاجه هتطول، لو عايز مثلا مضطر الحقنا وعايز اخد اللي في اخد تشيك كده صغير. التشيك ده مهم، لان برضه بيحصل حاجه اسمها ريزيستنس، يعني البكتيريا بتقاوم كتير جدا من الايه، بتاخد مناعه بالبلدي. بتاخد مناعه بالبلدي، فمش كل الحالات بتبقى زي يعني نتيجتها فعاله في نفس الوقت. هنفترض ان انا مربي لسه داخل السوق النهارده، اتعرفت على حد طيب، هم هناخد مزرعه في الحته الفلانيه، وجيت لحضرتك السلام عليكم، انا جبت حد يشارك معايا بيعرف يهوي ويربي واللي بس انا عايز امشي باسلوب علمي. حضرتك تنصحني بايه؟ اعمل تحاليل ايه؟ اروح فيه يعني اعمل ايه بدون مسميات؟ قبل التحاليل خالص احنا بنقول له بنشوف المزرعه بتاعته واتجاهاتها، لان ده المكان اللي يعني ايه انا ما بحطش راس مالي في مكان معروف ان هو مش هيطلع لي فراخ. يبقى انا كده ما خدتش القرار الصحيح. مظبوط. رقم واحد لازم اطمن المزرعه كويسه من ناحيه الموقع ومن ناحيه اللي فيها الحد الادنى، يعني والهيجين بتاعها كويس، الهيجين بتاعها وفيها التجهيزات على الاقل خالص، التبريد والشفاطات حتى لو ما فيش نبل وما فيش بس ماشي بشكل معقول. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لازم التطهير والتعقيم بشكل كويس جدا يا باشمهندس، ونقطه باكد عليها 1 و2 و3 ولحد 10. مش يعني عايز اقول لكم ان احنا جبنا فراخ وحطيناها في مكان فراخ سليمه 100%، وحطيناها في مدينه بعيده جدا عن الفراخ، وبعت واحد من المعمل هنا بص عليها بس وكان مشرح كويس عشان اثبت. بعد بالظبط 3 ايام الفراخ كلها ماتت، شرحنا لانها فيها نيوكاسل. تمام. ولا حتى كان دكتور ولا حاجه. فالانسان نفسه بينقل، الشخص نفسه بينقل. تمام. ما ياخدش الامور بسهوله. تمام. ان دي حرم مزرعه اللي شغال فيها مقيم، والخروج والدخول فيها بحساب، والتطهير والتعقيم ده حاجه شكل مهمه جدا، حتى لو ما انتشيت مشاكل. تمام. يعني رقم اساسي يبقى التطهير والتعقيم والامن الحيوي والغذائي. النقطه الثانيه هنقيس المناعات عشان نصمم برنامج تحصيل. يبقى اول حاجه انا هعمل قياس مناعات. قياس مناعات اميه. تمام. اتفضل يا باشمهندس. ماشي. هنقيس المناعات الاميه. قياس مناعات اميه. تمام. مناعات اميه. طبعا في نقطه بتسبقها شويه، ان احنا ممكن ناخد مساحات من المزرعه لو المزرعه جديده ومش عارفين وبقيتها. ماشي. مشهوره ونظيفه وخلاص، مش هو موضوع المساحات ده. انما احنا بنلجا ليه في المشاريع الكبيره علشان نختبر كفاءه التطهير والتعقيم، وعلشان هم بيدخلوا على طول باستمرار، يعني السايكل شغاله طول السنه ما بوقفوش. فبالتالي انت عايز تشوف الحمل الفيروسي عندي عالي ولا مش عالي، نسبته عاليه ولا مش عاليه، قدرت اتخلص من الميكروبات دي ولا هتهددني. تمام. دي نقطه مهمه. تمام. بنقيس المناعات. تمام. وبخاصه الجمبور، بالذات لان الجمبور بيحدد حاجات كتير. تمام. زي ما احنا فاهمين الجمبور وعلاقته بالامراض الثانيه، دي نقطه مهمه جدا. تمام. ونعمل اختبار حساسيه. تمام. ولو شاكين في اي امراض بتتنقل من الام او لها علاقه بنعملها، زي الادينوفيريو والتشيكن انيميا والمايكوبلازما. وفي بعض العملاء دلوقتي يقول لك اعمل لي كمان سالمونيلا. كل ده سهل كتير. اقل من 48 ساعه تكون النتائج دي موجوده. النصيحه المهمه جدا. ايوه.
جدا بقى ان هو يعمل زياره للدكتور، لان الدكتور ايه ايوه يحطه الهرمون. على الطريق السليم، يقول له يا فلان يا باشمهندس محمد انت دلوقتي اكيد كتكوت وزنه 40 جرام، المفترض تبيعه على 32 و2 كيلو، مظبوط. يبقى كده زاد كام ضعف؟ كده 25 و2 ده داخل على كتير. زاد 50 ضعف. تمام على الاقل. زاد 50 ضعف على الأقل. مظبوط. انا سأل الكلمه دي من احد اساتذتنا الدكتور الماوي، بقول لك انت دلوقتي بتعمل برج 50 دور، ايه الاساس اللي انت هتديله الكتكوت علشان تعلي 50 دور؟ هتعملها لبشه ولا عواميد ولا قواعد ولا هتتعمل منك في الطريق ولا هتعمل ازاله؟ حلو. لان كتير ده الاساس مهم. ده اهم حاجه. ليه تمام. بقى؟ لان كتير جدا وانا بقول لك انا رحت للدكتور عمرو 15 يوم انا بعرف امشي الكتاكيت اول اسبوعين ثلاثه. يا سلام. ماشي، ما هو يعني هو فعلا ما بقاش نافع، بس مش كل حاجه نافع. انا عندي هيكل لحم وهيكل عظم، هو ما اساس الكتكوت كده. وعندي انزيمات ما بتفرزش من الكتاكيت في عمر معين، فلازم كل الحاجات دي ياخدها بشكل كويس جدا في الاول. تمام. يبقى لازم الايه الدكتور يقول له على الحاجات دي، يقول له جميل. تاني حاجه يقول له ايه الحراره اللي هو محتاجها، وايه الرطوبه، وايه برنامج الاضاءه، وايه مساحات التعليق، وهيديله وهيقول له في اوزان معينه لازم الاسبوع الاول ما يقلش عن 180 جرام تقريبا كده. تمام. عايزين ناخد والاسبوع الثاني ما يقلش عن 450 ل 500، الاسبوع الثالث من 950 لكيلو، الاسبوع الرابع 650 كيلو 650 كيلو 700. تمام. خلاص بنقول له يا اما تخف يا اما تخفش، وان شاء الله هتبيع على عمر كذا. ونقيس له معامله التخفيف. هو كده ماشي معاه مسطره، عارف حرارته، عارف رطوبته، عارف مساحه التسخين، عارف الاوزان المتوقعه بالنسبه له، وانت عاطي له ايه مسطره يمشي عليه كده. هو ايه مش سايب مخه للايه لحد تاني، لا ده هو قدامه هدف وعايز ايه، مش كده بس ده انت سابق خطوه وعارف مناعاتك وعارف حساسياتك. تمام. ودي هي دي الدواجن. الوقايه خير من الايه من العلاج. احسن اكون سابق خطوه ولا استنى لما المشكله تحصل؟ لا كنت سابق خطوه طبعا. خلاص حصلت المشكله. تمام. المشكله هتكلفك نافع، هتكلفك علاج، هتكلفك تحويل اقل، هتكلفك حاجات كتير جدا. الخطوات دي لو عملناها كده في هدوء، وبعد كده الدكتور هيقول لك على مواعيد اختبارات. وفي الاخر خالص كمان وصلنا في بعض المشاريع ان هم بيعملوا بعد ما نبيع خلاص عمر البيع. تمام. بناخد برضه مساحات PCR. تمام. من نافع، وناخد المناعات نشوف احنا نجحنا بالصدفه ولا نجحنا بفضل الله ثم الاخذ بالاسباب في برنامج التحصيل والكلام ده كله. تمام. طب ده احنا جالنا في الPCR اثناء الدوره ID والكويس مفيش نافع ونافقنا 2% و3%، فده نجاح للتحصيل. يبقى مش معنى الPCR يطلع لك انك عندك مشكله، لا انت عندك مشكله بس عندك معاك بفضل الله. تمام. وده الفرق بين ايه؟ بين واحد عنده مزرعه وجرب وده بيطلع 3% نافع و4% نافع، وده بيطلع 10 و15 و20% نافع. تمام. ده الفرق. هنا عنده فيروسات وهنا عنده فيروسات، بس موجوده هنا موجوده هنا. هنا عمل جهاز مناعه قوي، هنا عمل امن حيوي كويس، عنده تغذيه قويه، ماشي ببارامتر يعني بمقاييس علميه الى حد كبير، عنبره مجهز يعني فيه الحد الادنى من التجهيزات. والتاني ما عندوش نفس القصه دي، انما ممكن يكون نفس الكتكوت وكل حاجه ويدي نتائج هنا وما يديش نتائج هنا. انا ملاحظ ان في رسائل جت لحضرتك كتير، فاحنا هناخد بريك بس 5 دقايق، الدكتور يلحق يرد على تليفوناته واحنا نرد على تليفوناتنا ونشرب كوبايه شاي ونرجع لكم تاني، ولا هنمشي نروح؟ لا ده انا جدا الله يبارك فيك يا رب. هناخد بريك صغير كده يا شباب وهنرجع لحضراتكم تاني عشان ما نعطلش الدكتور. السلام عليكم.